ما تحتاجون في عالم النبات موجود عند عالم النبات. عالم النبات اسم على مسمى. عالم النبات محل شامل وكامل واسعارهم جدا تنافسية. جميع انواع العطريات موجودة عندهم واسعارها على 4 ريال. عندهم اللافندر، عندهم الزعتر، عندهم المغربي والحساوي والحبق، وحتى اكليل الجبل موجود عندهم. وحتى الشتلات الحجم الكبير ترى موجودة عندهم. شوفوا هذه شجرة النيم وهنا السدر البلدي. ترى هذه أفضل الأشجار للتظليل. بدال ما تحط مظلة حط لك شجرة تظلل عليك وتظلل على سيارتك وتجيب لك أكسجين. وعندهم أفضل أنواع الإنجيل الطبيعي. وترى اللي يميز عالم النبات إنه عندهم تجهيز في المكان. يجهزوا لكم الحدائق ويجهزوا لكم الأحوشة من الألف إلى الياء، من حفر الأحواض إلى تقليم الأشجار. وتقريبا كل أنواع الأحواض موجودة عندهم، من الصغير جدا إلى الكبير جدا. وترى عندهم أشكال جدا جميلة. صورنا قسم النباتات الخارجية والآن قسم النباتات الداخلية. شفتوا هذه النباتات اللي قدامكم كلها؟ كل هذه النباتات تنفع انها تنحط جوا البيوت والغرف. عشرات الانواع بمختلف الاحجام. عندهم الشتلات الصغيره وعندهم كمان الشتلات الكبيره. ودك تزين بيتك من الداخل، ودك تزين مكتبك من الداخل، شوف ترى عندهم عشرات الانواع من النباتات. ودكم توزعوا شتلات صغيره ترى موجوده عندهم. شوفوا هذه القزاز وهذه البلاستيك، وهنا شجرة البامبو تقدر توزعوها على أحبابكم. عندهم بعض الأشجار يجي بفازات مثل هذه شجرة البامبو. شوفوا جاية بفازة، الفازة فيها سمك وفيها طبعا هذه صخور الزينة. تصوروا إنها موجودة في بيتكم، راح تزين لكم. موجود عندنا درسينا مسنجانة وجنت، حاجات كبيرة للمكاتب والشركات والصالات للبيوت. وفي حاجات زي البوتس والمسنجانة، درسينا مسنجانة. في البوتس الفيلودندروم. اللي جديد في الزراعة ايش تنصحه ياخذ نباتات حتى ما تموت عنده؟ افضل شيء للمبتدئ بالزراعة زي صبار جلد النمر، الزامية، الانتوريوم، زنبق السلام، البوتس، العايدي، بيبروميا، الصباريات بشكل عام. اي شيء يعني هذه باذن الله شديد تحمل وما تموت يعني باذن الله. باذن الله هذه تتحمل مره ممتاز. كبدايه للزراعه هذا مره ممتاز. الشجره عجبني شكلها وتعتبر من الاشجار الداخليه. فيها عده احجام منها، هذا الصغير، وهنا ما شاء الله تبارك الله الحجم الكبير، وهذا الوسط. وهذه شجرة سبحان الله آكلة لحوم. ترى هذه تاكل الحشرات، الذباب، الناموس. ترى هذه النبتة إذا كانت عندكم وسط البيت تريحكم من الحشرات. وهذه نبتة الموس. ايش هي نبتة الموس؟ هذه نبتة الموس عبارة عن خضار، يعني يمديك تغطي فيها تربة حق النبتة الداخلية أو تحطها بفازة زي كذا عليها حجر زينة داخل البيت. بصراحة شكلها جميل. لهم النباتات المعلقة أشكال جدا كثيرة من الصغير إلى الكبير، وبعضها فيها ري ذاتي ما يحتاج إنك ترويها كل يوم. خلاص عبي هذا الإناء وخلاص هي تروي نفسها بنفسها. شوفوا هذا الحوض ما شاء الله تبارك الله. ترى تفصيل عندهم ويفصلوا لكم أي موديل وأي حجم حبيتوه. ممكن يجيكم مع النباتات جاهز من الألف إلى الياء. موقعهم فين؟ موقعهم في سوق الخضار قبل سوق الطيور. شوفوا رصة محلات النباتات. عالم النبات المحل قبل الأخير. وترى موجودين في جوجل ماب، وتواصلوا معهم عبر الرقم الظاهر أمامكم. وتعالوا عند سيد المصري ولا غمدان وما راح يقصروا معاكم إن شاء الله.